أكلة النهاردة لعشاق الأسماك. هعمل لكم النهاردة شوية كابوريا خطيرين بجد جنان، طعمهم تحفة وريحتهم تحفة والطريقة سهلة جدا. أول حاجة هجهز التتبيلة، هقطع كرفس وطماطم وشبت وفلفل شطة وفلفل رومي وجزر وتوم وبصل. كل الحاجات دي هقطعها مع بعض جوه الكبة وهنحط عليها التوابل كلها. بصوا انا هنا بحط التوم بقشره لان التوم بتاعي نضيف جدا وعادي مش بيفرق يعني يكون بقشره او متقشر. لو انتي حابه تقشريه برضو عادي جدا قشريه، انا في اوقات كتير بستعمله بقشره عادي مش بتفرق، القشر مش بيبان، فانتي لو حابه تقشريه قشريه. هكمل بقيه الخضار وهقول لكم هنحط ايه التوابل اللي هنحطها. هبدا احط كمون وملح وفلفل اسمر رشه خفيفه وكزبره ناشفه، هي دي التوابل بتاعتي بس. والخضار يا ريت محدش يشيل منه اي حاجه لانهم بالظبط بيكون مظبوطين مع بعض وبيعملوا طعم مظبوط جدا على الكابوريا بالذات. وساعات بستعمل الخلطه دي مع الجمبري كمان اللي بقشره، فما تستغنيش عن اي حاجه منهم. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشيليها الشطه الخضراء، بس هي بتدي طعم حلو لو انتي بتحبي الشطه. غير كده كل المكونات تستعمليها بالظبط ومن غير ما تشيلي منهم اي حاجه، الخضار والبهارات. انا ضربت تاني الطماطم والكزبر الطماطم والكرفس اخر حاجه بعد ما ضربت الخلطه، عشان انا كنت بعمل سمك كمان فشلت منهم شويه قبل ما احط الكرفس والطماطم. السمك ما بيحطش عليه كرفس وطماطم، لكن الكابوريا والجمبري كرفس وطماطم. بصوا الكابوريا مغسوله كويس جدا ونظيفه جدا ومتشال الصدفه. بعد كده هجيب الخلطه وهحط شويه منها. بصوا انا عاملاها ازاي، مش ناعمه ميه، تضربيها لحد ما تكون يعني كل قطعه صغيره قوي مش ميه، ما تنزلش ميه. هزود عليهم شويه زيت وهبدا احط جزء منها في الصينيه من تحت عشان الكابوريا تبقى من كل الاماكن وصل لها تتبيله. همسك واحده واحده وهبدا هحط جوه كل واحده نفس الخلطه عشان اتاكد ان هي شربت الخلطه من كل مكان. انا عايزه اقول لكم معلومه مهمه جدا عن الكابوريا. الكابوريا في منها نوعين، اللي هي الانثى والذكر. الانثى بتكون هي اللي بتكون فيها البطارخ وبتكون طعمها احلى وبتلاقي فيها لحم كتير. الذكر ما بيكونش فيه لحم، بتكون ناشفه ومعظم المطاعم بيستعملوها. هتعرفوها ازاي؟ اولا بتكون تقيله، تاني حاجه بتكون ايديها اللي هي فيها المقصات دي لونها اورنج مش ازرق. اللي ايديها المقصات دي لونها ازرق دي الذكر، وبتكون ناشفه جدا من جوه ما فيهاش اي لحوم. اللي ايديها فيها اورنج هي الانثى، ودي اللي بتكون طعمها احلى وفيها بطارخ وفيها لحمه اكتر. يا رب تكون وصلت لكم المعلومه وتعرفوا تختاروا بقى، وبتكون كمان اتقل في الوزن. خلصت كل الكميه وهبدا اخد بقيه الخلطه هرشها على الوش عشان بص تتنغنغ كده، تبقى يعني تحفه التحف بجد، تجنن. بس كده هغطيها بورق فويل، مش قادره اقول لكم هنا اصلا ريحتها عامله ازاي، تخيلوا لما تدخل الفرن. اغطيها بورق زبده وبعد كده ورق فويل وهدخلها الفرن. هي مش هتاخد وقت كتير، ربع ساعه بالظبط هتلاقيها استوت. هي هتستوي ازاي؟ هتعرفيها ازاي؟ هيكون كلها لونها بقى اورنج غامق، مش هتلاقي فيها اي نقطه زرقاء، هتلاقيها كلها اهي، بصي كلها رجول، كلها اورنج ازاي غامق. خلاص اللون الازرق الخفيف اللي كان فيها راح كده، هي استوت سوا كامل واللحم بقى ابيض ناصع كده تمام استوت. هي مش هتاخد اكتر من ربع ساعه كتير كمان يعني. كده استوت وبقت حلوه جدا وريحتها تحفه. هبدا اقدمها في الطبق، قدميها بالطريقه اللي انت عايزاها وقدميها مع اي حاجه انت عايزاها. انا بعمل معاها سمك، بعمل معاها جمبري، ممكن اكلها لوحدها اي حاجه. والصوص اللي في الصينيه ده بعد ما حطيته في الطبق لازم ارشه عليه لان طعمه دي الخلاصه بقى، يعني دي الحاجه. الصوص ده اساسا مركز طعمه تحفه. وبقشر الكابوريا وببدا اسقسقها بقى في الصوص ده، واقول لكم بقى طعمها هيجنن يا جماعه، طعمها تحفه. لازم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم عليها. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. استنوني فيديو جديد ووصفه جديده واشوفكم على خير. يلا باي، ما تنسوش شير ولايك على قد ما تقدروا. باي.